الاهلي بيجدد عقد قفشه لثلاث مواسم اخرى، او الثلاث مواسم اللي جايين. في عقد، يعني في بيان اتقال ان هو مضى على بياض للثلاث سنين. ولكن طبعا انا بقول لكم ان قفشه اتحط في استراتيجيه، يعني العقود للنادي الاهلي اتحط في الفئه الثانيه. طبعا الكلام بتاع مضى على بياض والكلام ده يا جماعه ايه، اتمنى ان هو يختفي وينتهي، ما يبقاش لبانه بتتقال في كل لعيب بيجدد، لان كلام محروق، كلام يعني كان زمان يمشي ان ابو تريكه مضى على بياض، ان مش ان فلان مضى على بياض، شيكابالا، ايا كان مين مضى على بياض. مفيش حاجه اسمها دلوقتي مضى على بياض. وهكلمكم في القصه دي. النادي الاهلي عنده استراتيجيه لرواتب اللاعبين. انا شايفها ان هي استراتيجيه محترمه جدا جدا، وهو ده اللي المفروض كل الانديه تبقى ماشيه بيه على حسب الفلوس اللي داخله لك والبادجت بتاعتك واللي انت ناوي تصرفه على فرقه الكوره. الكوره ايه، والمنافسات بتاعتك، الخطه بتاعتك بتاعت المرتبات بتاعت اللعيبه. الاهلي شغال بشكل كويس جدا في موضوع فئات المرتبات، درجات المرتبات. الفئة الأولى برقم، اللعيب على حسب نسبة مشاركته ونسبة اعتماد المدرب عليه في المشاركة في المباريات بيتصنف هو فئة ايه الفلوس اللي هتاخدها. الموضوع مش موضوع ان انت بتبص لزمايلك وان انت اصل فلان خد كذا واصل انا لازم ابقى زي كذا، لا. الموضوع في نظام محطوط في التعاقد مع اللعيبه والرواتب بتاعت اللعيبه. وانا شايف ان الاهلي بيغير شويه من نظام الرواتب اللعيبه. وده على فكره خلي بالكم ملف مهم جدا، ملف مهم جدا. ان انت مثلا عندك سكواد من 30 لعيب، صح؟ انت عارف ان انت لازم يبقى عندك 8 لعيبه مثلا الفئه الاولى، وعندك 14 لعيب الفئه الثانيه، وعندك مثلا 8 لعيبه دول اللعيبه الصغيره اللي هم الفئه الثالثه. يبقى انت كده بتلعب في رينج معين، في افريج معين. فانت عارف ان مجموع الثمانيه لعيبه بتوع الفئه الاولى 150 مليون مثلا، وال 14 لعيب بتوع الفئه الثانيه 120 مليون، والثمان لعيبه بتوع الفئه الثالثه 40 مليون. تمام؟ يبقى انت كده عارف ان الموضوع المرتبات بتاعك الافريج بتاعه 300 310 320 ايه 320 مليون. هي دي الحسبه اللي بيحسبها الاهلي. واي نادي عايز يكون عنده نظام في موضوع عقود اللعيبه لازم يمشي بالسيستم ده. نمره 2، ان السيستم ده اللي بيتعمل بالشكل ده، خلي بالكم ان فلسفه رواتب اللاعبين والويدجز بتاعت اللعيبه دي ليها طرق مختلفه، ما فيهاش على فكره ايه الصح وايه الغلط. انت مش هجاملك على حساب النادي. فالنهارده الشغل بتاعك بيقول ان انت لازم تبقى في الفئه الثانيه، احنا عايزينك في الفرقه. يعني النهارده قفشه لعيب انا شايف ان هو مهم في السكواد بتاع الاهلي، لعيب ملتزم، لعيب محترف، لعيب في ماتشات معينه اللي بتبقى الدنيا زحمه فيها ومحتاج لعيبه تستلم الكره بين الخطوط وتشوط على الجون وتبقى خطر. قفشه مهم في ماتشات معينه، مهم جدا، وكبديل في ماتشات كبيره مهم جدا. ارجع لي كده بنسبه المشاركات بعد اذنك يا استاذ ياسر. لو رجعنا السلايد الاولانيه اهو، لعب 28 مباراه في الموسم، هتلاقيه ان هو بدأ مثلا 14. يا ريت تجيبوا لي بدأ كم. لكن القصه كلها في ايه؟ تعالى لي تاني بعد اذنك. تمام؟ القصه كلها في ايه؟ انت على حسب اللي انت بتقدمه للنادي وعلى حسب احتياج المدرب ليك واللي احنا شايفينه السنه اللي جايه، تمام؟ احنا بنجدد لك عقدك بفئه معينه. يعني الاهلي
وهو بيجدد عقد الشناوي. الشناوي لعيب الجول كيبر نمبر 1 بتاع الاهلي، يبقى هو لازم يبقى فيها اولى، خلاص اوتوماتيك. يبقى انت ايه؟ فيها اولى. يبقى الراجل ده مثلا هياخد ما بين ال 15 وال 20، هو ده محطوط في الخانه دي، في المربع ده، في 7 8 زيه باللعيبه المحترفين بكل حاجه. يبقى ده التوتال بتاع عقودهم 150 مليون، انا حاططهم فين؟ في البادجت بتاعتي. بعد كده تعالى في حوالي 12 13 14 لعيب، دول اللي الناس اللي ايه بتنزل وبتخش وبتطلع وبتاع، دول الناس مهمين جدا في السكواد. الافرج بتاع المرتبات بتاعتهم 10 مليون، يبقى دول كام؟ 120 130 مليون جنيه. والشباب الصغيره التوتال بتاعت العقود بتاعتهم كلها على بعض 45 50 مليون جنيه. يبقى انا كده ايه؟ رحت للرقم اللي هو بتاع 300، اللي هو الرقم في مصر دلوقتي عشان تنافس وعشان تفوز ببطولات لازم تبقى بايه؟ بتلعب حوالين الرقم ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للنادي الأهلي، وألف مبروك لقفشة استمراره مع النادي الأهلي. إن قفشة لعيب مهم جدا في النادي الأهلي، برغم إن خطة كولر متبقاش مبنية معظم الوقت عليه، ولكنه لما بينزل بيصنع الفارق. أوقات كتيرة بيحل مشاكل كتيرة في نص الملعب معرفش يحلها حد غيره. بالنسبة لكابتن ميدو، بنشكرك النهاردة على كلامك الموزون تجاه إدارة النادي الأهلي وإدارة التعاقدات. لأن إحنا عارفين ومتأكدين يا كابتن ميدو إن أنت عندك خبرات كبيرة، انك لعبت في انديه كبيره في اوروبا وعارف نظام الاحترافي كويس، وانت اكتر واحد عارف يعني ايه اداره محترفه. الفريق ده تحاول تطبقه داخل نادي الزمالك، تستفادوا والدنيا هتفرق مع نادي الزمالك. كنت اهلاوي اصيل، ادينا لكم اشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.